طب مختلف شويه عن بقيه الطب التقليدي. دكتور الوراثه ما بيتعاملش بس مع المرضى، هو بيتعامل مع المرضى واهالي المرضى او الاشخاص الطبيعيين. الحالات اللي بيروح فيها شخص دكتور الوراثه حالات كتير جدا. ممكن ناس عايزين يطمنوا قبل الجواز ان هم هيبقوا تمام، مش عندهم اطفال عندهم اي مشاكل صحيه، وخاصه لو كان في تاريخ وراثي في العيله او صله قرب. ممكن واحد عنده تاريخ في العيله عايز يعرف اذا كان عنده تاريخ مرضي في المناعه او في الاورام او وعايز يعرف اذا كان هو عرضه ايه نسبه اصابته ممكن تحصل له في الامراض ده. ممكن مريض جاله مرض معين ولسه ما تشخص، تعاون مع الاطباء، الطبيب المعالج لازم دكتور الوراثه بيشتغل معاه وعشان يوصلوا للتشخيص المناسب. والتشخيص المناسب ده زي ما قلت لحضرتك اصعب حاجه في الطب هو تشخيص. فبنعمل استشاره جينيه، بنعمل تحليل جيني، بنقعد مع العيان كذا مره عشان نقدر نوصل للتشخيص المناسب. غير كده ممكن واحد بيتعالج فعلا وتشخص وكل حاجه بس عايز يتابع يشوف هل هو بيستجيب للعلاج ولا لا. حد اتعالج وخف تمام، كان عنده اورام، ايه نسبه او ان هو يبقى عرضه ان الورم ده يرجع تاني. ده مهم جدا دور دكتور الوراثه. عندها طفل كان مش طبيعي، عنده مرض مناعي، عنده اوتيزم، عنده او توحد او وعايزه تخلف تاني. طب هتروح لدكتور الوراثه ليه؟ هتروح لدكتور الوراثه عشان تعرف ايه اللي ممكن طفلك اللي هتولده ده هيبقى مصيره ايه، سواء هي حامل او مش حامل. بالتالي دي بنعمل فحوصات للطفل اللي هو المصاب، بنعمل فحوصات للام، فحوصات للاب، ولو هي حامل بنعمل فحوصات كمان للجنين عشان نقدر نعرف اذا كان الطفل ده هيجيله نفس المرض ولا مش هيجيله نفس المرض. فكل دي حالات تلخيص للشخص اللي ممكن يروح لدكتور الوراثه. ممكن واحد يبقى عنده نوع من انواع الفضول ان هو عايز يخس بيعمل دايت وبياخد ادويه وما بيخس. في الحاله اللي زي دي يكون في بعض الجينات المسؤوله عن السمنه الموجوده عند الشخص، وساعات بنطلب تحليل جيني عشان ممكن مثلا واحد يبقى بياخد نشويات وهي ما بتخنوش وبيتخنوا الدهون، وحد تاني يبقى فيه ماده تانية هي اللي بتخنه. فمن خلال كده نقدر نعرف ايه اللي ممكن يتعمل لهذا الشخص عشان يقدر ان هو يفقد الوزن ويبقى بني ادم وزنه في حدود المعقول.